لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين. لعن الله الظالمين لك سيدي ومولاي من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب الطفوف وقتيل الألوف أيها الظامي الملهوف يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء ما للصوارم فلت من بني مضر. هل التوى من لؤي صارم القدر ما للمشاعر حزنا شعرها نجرت وزمزم قد جرت من محجر الحجر والأفق مالي أراه في ردى غسق. أويلي والشمس قد كورت تبكي على القمر والروح في مشرق الدنيا ومغربها ينعى الوصي عليا خيرة الخير ينعى الوصي أمير الكائنات ومن لولا يداه رحل الأكوان لم تدري عظم الله لكم وجره شيع مواليه في مثل هذه الليالي. بقي الإمام أمير المؤمنين على فراشه في مثل هذه الليالي التي مضت. أصبح الضج بالكوفة وزلزل في المدينة صيحات بالكوفة وصيحات في المدينة. ناصر العدو مظهر بالسيف دين آدم بجاله من قبل عصر المرادي من يوم إنشاء إلا يوم المعادي بس في منحة صيح يا خليفة الهادي الله يا ناصر أحمد الهادي نبينا شلت يمينه رجس ويمات ورا ما يدري يا برغان
قبل كله قلبي يتضرع ويصيح يا مولاي لا تغضب علينا بنت الذي يقطع بنت له محبه مسعك ربي استوى مهرج السبه أمر من الباري على جاري وكتبه الله يا ناصر أحمد الهادي نبينا أويل يبكي عليه الحسن والأخوه الحسين وتبكي له المحراب والله وهذه المساجد من عقاب عينه خليل المأذنة تناديه مضى الكرار جبريل نادى في السماء يدعاها بحسين وضيعة الإسلام بعد مشيد الدين يا ولدي من مكان وصابه ومتقدم النعشين ابو محمد اخوه جبريل ينعى وسمعته عاهل مصوله عجل بركوع علي نور المسلمين وعليا نادى بصوتي فجر صخور القوية صوبني براسي سيف ابن الداعية يا ولاد حملوني بعجل قبل المنية العيد مقبل يا حسن وانتو يتيمي إنا لله وإنا إليه راجعون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى ظالمي آل بيت محمد على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ارحمنا بمحمد
وآل محمد. إلهي ويسر أمورنا بحق محمد وآل محمد، وفرج همومنا إلهي بحق محمد وآل محمد. يا الله. الحديث حول أمير المؤمنين عليه السلام، والبدء بهذا النص القرآني: إنما وليكم. إنما حصرية، إنما تفيد الحصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الآية تشير إلى 3 جهات لها الولاية، لها الولاية. وهذه الولاية مو كما يقول أو يراها البعض أنها ولاية المحبة، ولاية النصرة، أو لا لا لا. إنما وليكم الله، يعني الذي له لزوم الطاعة والانقياد. هذا معناته. يعني ماكو واحد يشكك في أن وجوب والالتزام بالطاعة والانقياد لله، ما حد يشكك فيها. ولهذا تجد الأمة انقسمت. يعني عندنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الله ورسوله ما فيها أي خلاف أبدا. ليش؟ لأن ما في مسلم يشكك في وجوب طاعة من؟ الرسول. الله والرسول ما حد يشكك، لأن الآيات واضحة: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما فيها أي شكوك أبدا. إذن الحديث حول طاعة الله وطاعة الرسول مفروغ من عندها. الحديث حول من هو ولي الأمر. شوف الآية تقول أولي الأمر منكم. مع الأسف الشديد انقسمت الأمة في تفسيرها لولي الأمر إلى قسمين، وهذا ناقشه من؟ ناقشه اللي هو صاحب مفاتح الغيب فخر الرازي من مفسرين السنة، وناقشه الشيخ اللي هو ناصر مكارم ورد عليه. عموما لا يطيل تفرعات في الحديث، أروح إلى الحديث مباشرة. إذن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذا على إطلاقها مثل ما تقول العامة أن ولاة الأمر هو كل من سيطر أو استتب له الأمر على رقاب الأمة، ولو كان بوال على عقبيه، ولو كان يلوط ويزني على الهوى مباشرة، ولو كان يشرب الخمر، ولو كان من غير حدود. بعد اللي بتقول إن شاء الله وش تقول؟ إن شاء الله أرذل وأخس وأسوأ الناس. المعيار في وجوب الطاعة وعدم مو هو زين لو مو زين. متفتني يعني؟ مو هو يطلع زين ولا مو زين، لأنكم عندهم قاعدة: لا بد للأمة من إمام بر أو فاجر. لأن المعيار عنده مو شخصية ولي الأمر، لا، المعيار عنده إن قادت له البلاد والعباد ولا. إن شاء الله لو جاي بقطع الرؤوس وقتل الناس وبالقوة يركعهم، ما دام استتبت له البلاد والعباد وجبت شنو؟ هذا مو من عندي ترى. ارجعوا لكتاب معالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري، يناقش رأي العامة في هذا الجانب. طبعا هذا حكي خطير، هذا حكي كله محاباة. يعني قلت عراقيين كلاوات، محاباة. هذا محاباة، هذا تطبيل، وإلا ما ممكن. أعطيك أمثلة. تعال يا حبيبي، تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. استرح. في ساعة مني يا حبيبي. تعال أو تعال صوبي. لا نسيت أبرد عليك. إيه أحسن صوبي. عاد كفاية عصرت قاعد واحد. لا صوبي. عليكم السلام. تعال هنا يا حبيبي، تعال. جيبوا لي كرسي. كرسي طيب. الله يعطيك العافية. زين، أرجع إلى منهج القرآن أولا على أساس لا أترك هذا الشيء عائم الشكل. لا بأس بمستدركات قرآنية على أساس أرجع إلى وين؟ محور الحديث.
مستدرك القرآني اللي يرد على هذا الحكي كله وأنه كذب وفقط ترى تصحيح لوضع قائم، تصحيح للوضع. تدرون ليش؟ لأن يعرفون أن كل من جاء قبل علي بن أبي طالب، واسمحوا لي على التعبير، يعني إن رحت إلى ولادته إلا غريبة، إن رحت إليه هو نفسه إلا وفو مصاب بداء الأبنة ولا يداويه إلا مائل. هذا ما بقولها بصراحة، بعد احترام لها الوجوه واحترام له. واضحة عندكم الصورة؟ ها؟ تصوير فيها بعد تصوير خاص ما يخالف. بارك الله فيك. اي بعد لا يقول السبع ما احنا ما نسب يا اخوانا. نعم ما نسب. لا ما لنا شغل في السبع ولا يا اخوان. اكرم عليك. لا ما اكرم عليك من حبيبي حبيبي حبيبي. شوف لازم يصير ما لنا شغل. لا ولا يقدرون عليك. انزين، فانت لما ترجع الى كل الذين جاءوا مو يعني مو زياده، لا، النماذج يقولون تفتح عيونك منهم. وإيش فيك يا جمل؟ من عدي وإيش فيك؟ مضيق عليك ما دام هو ما هو بث خلاص. خذ راحتك. الله يخليك. اقرأوا عن معاوية، مختلفين في 5 ما يدرون ينسبون له من هو والمن ما يدرون. لا والله عليك هذا يعني هذا لا أصيل لا فصل. ترى أصلهم يهود بالمناسبة. في بحث مهم إلى الشيخ أسد حيدر، عارفين أخو الشيخ أسد حيدر معروف زين. بجيب لكم واحدة من اللطائف على ما نحن فيه. يعني قاعدين يا أحد المشايخ الله يرحمه توفى، كان مكفوف البصر، وهو كان يتحكى عن اللي نهبوا حق علي بن ابي طالب، حاط عليهم حطه زين. فمن باب الطرفه واحد قال له شيخنا ترى في اخواننا السنه من هني هو ضريب، الحين تورط كيف يصلح الموضوع عقب ما شلخ الاولي والتالي. فصار الموقف محرج، حاول يرقع يمين وشمال، قالوا وش ترقع يا شيخ؟ بعدين قالوا له ترى امزح وياك، يعني ما في احد من العامه يعني كله خاصه. والله يبارك في الوجوه الطيبه. الله يخليك. الله يحفظك. اذا ارجع شوف هذا الطرح، شوفوا هذا الطرح هو الذي مع الاسف الشديد اوصل بني مروان ابناء الطريد ابن الطريد الملعون ابن الملعون، اوصلهم الى ان يتحكموا في رقاب من؟ امه المصطفى. صدقوا لا؟ هذا الطرح هذا الذي مكن يزيد إلى اليوم يجي واحد يسميه أمير المؤمنين واجب الطاعة. هذا الطرح اللي قبل شوية أقول لك عليه، هذا الطرح اللي خلى الوليد اللي يقول تهددني بجبار عنيد، هذا عقب ما حط القرآن قدامه ورشقه بالسهام مزقه، قال له تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، روح اشتكي عند ربك. هذا يجي واحد من أمثال عثمان الخميس وغيره يقول هذا أمير المؤمنين الواجب الطاعة. الله يحشرك وياه. هذولا الحثالات التاريخ تحكموا في رقاب أمة بناها النبي، في رقاب رجالات المسلمين. هذا الطرح. بينما لما ترجع للقرآن اسمع القرآن يردها الطرح بكل وضوح. في أعظم من النبي؟ سؤال يطرح على أي إنسان مسلم. في أعظم من رسول الله؟ في أشرف من رسول الله؟ في أكرم من رسول الله؟ ماكو. رسول الله بعظمته مو واحد سكير خمارة جلكم الله. رسول الله بعظمته ورب العباد يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه شنو؟ باليمين ثم لقطعنا منه الوتر. رسول الله لو يتقول على الله ولو بمقدار شعرة
لأخذنا منه باليمين. تقول لي واحد لو شوفه، شايفين هالفيديو لا؟ يقول له شوفه يزني قدام عيونك ولوط. يقول هذا رأي بن عثيمين، ما يقدر ينكره. يقول بن عثيمين المفتي هذا رأيه. هذا مسخرة على ذقون الأمة لو لا. رسول الله لو تقول على الله بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وتجي تقول لي واحد حتى لو شوفه يلوط ويزني ويعربد له ولاية في أعناق الأمة. هذا ايش معناته له الولاية؟ وجوب الطاعة شنو معناتها؟ معناتها يجب عليك طاعته في كل ما يأمر. أنقل لك استشهاد جميل جدا إلى الفخر الرازي صاحب كتاب تفسير مفاتح الغيب، يسمونه التفسير الكبير، 32 مجلد من الحجم أنا اللي عندي التفسير من الحجم الكبير، يعني مو الكتب عادي القطع الوزير اللي يسمونه هذا المتداول هذا الكتب، لا هذا من الحجم الكبير وأيضا عريض. أنا عندي 32 مجلد هالتفسير موجود عندي، وأنقل لك من الكتاب. عنده استدراك رغم أنه عامي. شوف لما يجي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تعرف وين وصل هو؟ ترى قناعة اللي صار عنده، رغم أنه يرى رأي مدرسة العامة، لكن يقول هالآية فيها دلالة واضحة على عصمة ولاة الأمر. عصمة يقول ليش؟ يقول ليش دليل على عصمتهم؟ يقول لأن الله أوجب طاعتهم وجوبا مطلقا، واللي الله يوجب طاعته وجوب مطلق ما يصير يعصيه، لأن ما يصير الله يأمر بطاعة شنو؟ من يعصي. بينما الله يقول فاسألوا منهم أهل الذكر كنتم لا تعلمون وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى من؟ الرسول. وإلى الرسول. معقولة واحد عاصي الله يأمر بطاعته، لكان الله يأمر بشنو؟ بالمعصية. هل يجوز على الله يأمر بالمعصية وهو ينهانا عن ذلك؟ استنبط منها قطع ويقين على أن ولاة الأمر معصومين. المعصوم معقولة يشرب خمرة ويلوط ويزني؟ هذا الجواب أظن شافي وكافي. أرجع إلى علي الآن أتمم الآية. إنما حصرية، وليكم الله ورسوله ما في اختلاف، والذين آمنوا. طبعا الآية تتمتها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. التفت إلى محاولة تمييع الآية وإخراجها من شنو محتواها. شوفوا عندنا كناية، شايف؟ قالوا مو المقصود علي بن أبي طالب حصرا، وإن نزل وإن سبب النزول في علي. هذا رأي من الآراء المطروحة. ترى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقول ما المقصود وهم راكعون حالة الركوع في الصلاة، وإنما هو شنو؟ كناية عن شنو؟ عن الخشوع. لأن الركوع يقولون، شايف إذا واحد يقول لواحد والله بركعك وما يقصد بيجيبه وبيشفس ظهره هالشكل وبيخليه شنو؟ صورة الراكع. واضح المعنى عندكم لا؟ لما يقول له بركعك بخليك تركع لي وما يقصد بيجيبه وبيسوي هالشكل، يركع يعني شنو؟ بخليك تخضع. إذن وهم راكعون يقولون مو المقصود الصورة في الصلاة، المقصود يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم في حالة من الخشوع. ليش هذا الحكي؟ وين ذونك قال هذه؟ ليش؟ لإخراج النص عن من؟ عن علي. بس هذا القضية ما فيها. بينما لا، الآية نزلت في حالة خاصة لا تتعدى إلى غيرها، وهي الولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يمكن يكون عندك في ذهنك يمر حاجة، أكيد مرت على ذهنكم،
صيغة الجمع ليش؟ رحم الله والديك ولدي حبيبي، فعلا كلامه صحيح. ليش ما قالت الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع؟ هو علي سلام الله عليه. ليه جاءت بصيغة الجمع؟ صيغة الجمع تعظيم. أحسن، للتعظيم. حتى احنا نستخدمها الاسلوب. ترى اعطيك مثال يوميا نقوله. اذا رحت المسجد وخلصتون سلم على اخوك تقول له غفر الله لكم، ما نقولها شكل. خذ تحاكي واحد جايب انت صيغه جمع ليش؟ يقولون للتعظيم. رب العباد لما يقول انا نحن نزلنا، نحن جمع وهو اله واحد، اذا صيغه الجمع تعطي شنو؟ للتعظيم. هذا واحدة. اثنين، لأن الأئمة كم عددهم؟ 12. من أجل يكون سريان هذا المعنى إلى من؟ إلى باقي الأئمة، لإشمال الأئمة عليهم السلام. إذا أرجع أمير المؤمنين عليه السلام، شروط الإمامة والجدارة تأتي من خلال شنو؟ من خلال ماذا؟ هل من خلال السن؟ أبو بكر احتجوا له قالوا كبير سن أكبر الحاضرين. أبو رد عليه قال له إذا هي جاية أنت أخذت الإمامة بكبر السن، ترى أنا أبوك وأكبر منك، يلا دلف وأنا بجي مكانك إمام صيرة. النبي من أجل تفتوا وياي، من أجل أن ما يشبثون بهذا العذر أمر عليهم قبل رحيل منه أسامة بن زيد. مو كم عمره أسامة؟ 18 17 18، أقل من 20 وأكثر من 17 18. أظن 18 سنة تو خاطة إن شاء الله رضوا. 18 سنة. إنزين هالجيش اللي أمر النبي أمر خلى أميره أسامة في منه؟ في أبو بكر وعمر وعثمان وخالد، قصدي خالد، وكلهم كلهم موجودين. زين تونسكم الحكي بعدهم. زين مناقبهم هاي شيخنا. زين هذول كلهم ليش النبي أمر أسامة؟ ترى هي ضربة استباقية. التفتوا وياي؟ هي ضربة استباقية للجماعة، مو لأن الجماعة، التفت، الجماعة ما عندهم عذر آخر. بيكب مستبيشي أبيض سكر على الجيران، سيارة أبيض بيضة لكن مو بيكب مستبيشي. ضربة استباقية. تدرون ليش ضربة استباقية من النبي؟ لأن المشكلة الجماعة ما قدروا يحصلون في علي بن أبي طالب ولا حجة لإبعاده عن الإمامة. ما عندهم حجة. فحجتهم الوحيدة كانت شنو؟ أنه صغير السن. ولهذا التقى عمر التقى بابن عباس. اسمعوا هالحوار. قال له ابن عباس، قال له نعم، تعرفون اللي مسوي جريمة يبغي أي فرصة يبرر لروحه، يلحن على قولتنا، يلحن، يبغي يبرر، يعني يفكر يدور له أعذار. شلون أنا يعني شلون أبرر موقفي؟ شلون أنا يقعد يلف ويدور ويجمع أعذار ويجمع منه كلاوات. تقبل ابن عباس. قال له ابن عباس، قال له نعم يا عمر. قال له إني لا أجد إلا أن صاحبكم، ترى في ذاك الوقت من يقولون صاحبكم المقصود منه علي، لأن اللي ما انشقوا عن علي يسمونهم يقول لهم صاحبكم، لأن ما انشقوا عن علي. يقول له إني لا أرى إلا أن صاحبكم أولى بهالأمر. عرفوا روح على أن يقولون اللي على رأسه
بطحة ريشة ما يقولون تحسسهم. عاد هو طافح من داخل يعرف انه متورط بحدث، وهذا ورطته ورطة. تدرون ورطته ورطة؟ هذا ورطته ورطة، واللي ورطه البخاري ترى مو احنا. لا يجي واحد يقول انت تغلط على الناس، لا لا، البخاري مرطنا. تدري وش ورط البخاري؟ البخاري أصح كتاب بعد القرآن يقول الحق أن فاطمة قبضت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر، ونفسه ينقل أن الله يرضى الله لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. قول له صاحبك الحكي. يقول لعمر لابن عباس صاحبكم أولى بهالأمر، إلا أن قريش استصغرت سني. شوف يبغى يبرر الحين، ما عنده حجة، ما يقدر يقول علي بن أبي طالب تأخر إيمانه، أو أنه مثلا سجد لصنم من قبل، أو أنه فعل، أو لا لا لا. بس أحبتي التفتوا قبل ما أسترسل، لعلمكم الله يلعن النواصب، العنوهم ما بقي الليل والنهار. ترى الآن النواصب ترى غلطهم صار عميق، مو بس على أمير المؤمنين، ترى الآن ينسبون إلى رسول الله أنه، سامحوني بنقل الكلمة، أنا وأنتم نبرأ إلى الله منها، واعذروني على نقلها. الآن ينسبون الرسول أن الصحابة رسول الله وصحابته كانوا يشربون الخمرة. تخيل، هذا الفيديو جرى جديد موجود، واللي يبغي موجود عندي الرابط مال هذا المقطع بعد. تخيل أنت. لا دول خلصوا خلاص، يعني يريدون ما عجز عنه بني أمية استئصال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرادوا يستأصلون ما قدروا، الآن أحفادهم يبغون يستأصلونها. ابن عباس عاد، ابن عباس هذا عملاق، هذا لو متحرش بواحد تمشي عليها الكلاوات يمكن. هذا ابن عباس، هذا بعد عمر ما دور ابن عباس حجج ابن عباس. أنا ما أطلب عليه، أنا ما يسلف الحكي على قولتنا، هذا ما يسلف الحكي. ايه قال يا عمر أو أقول لك شيء ولي الأمان، أنت لما تتحكى إلا بخير زانتك اللي في يدك هالعصا هذه. هو ما يمشي إلا بعصاته، لا بس مو بس عصاته وقربة خمر على كتفه وين ما يروح وياه. والله هكذا منقول في شأنه. حتى واحد يوم علقها مرة واحدة، وواحد شرب منها غيره وسكر وقام له وضرب الحد، قال له أنا شارب من قربتك أنت، قال له أنا ما ضربتك على شربوك، برر روحه، ضربتك لسكرك، يعني قربتك السكر يعني، وما كان قليله مسكر وما كان كثيره مسكر فإن قليله حرام. فقام السائل عليه. أرجع لابن عباس، قال أقول لك ولا تزعل؟ قال له نعم. قال له الله ورسوله ما استصغروا سنه، كنت تستصغروا سنه؟ قال له سكر الباب يا ابن عباس. إذا أرجع إلى علي عليه السلام، جدارة علي بأبي أنت وأمي سيدي ومولاي، إذا أنصف القوم لن يجدوا إلا عليا أمامهم، وما نحتاج حبيبي إلى دليل، لا والله ما نحتاج إلى دليل، الدليل واضح مثل وضوح الشمس. بس العصبية ترى، صاحب المدرسة النظامية في بغداد، اسمعوا الكلمة، هذا سني ومن السنة المتعصبة، قالوا له لما فضلت عليا على باقي الصحابة وانت تعتبره الرابع، يعتبر علي بن طالب الرابع، قالوا له بس انت ليش تفضله على الثلاثة؟ اسمعوا الكلمة اللي قالها الرجل السني المتعصب، قال لأنني عندما أبعدت عصبيتي ورواسبي وجدت أن الكل، كلمة جميلة منه، يقول وجدت أن الكل قد احتاج لعلي وعلي قد استغنى عن الكل. يقول خليت العصبية على صوب اللي تربينا عليه، هذا اللي تربينا عليه. والله اليوم بس سامع مقطع لعثمان الخميس، يسأله المذيع اللي وياه، يقول له
الوارد أن علي بن أبي طالب أعلم الصحابة. قال لا نسلم بذلك، لا نسلم، مجرد حكي. ليش؟ قال لأن أبا بكر أعلم من علي بن أبي طالب. والله قوية ودي أصدق. أبو بكر أعلم من علي. يقول هذا شكله حتى اللي وياه قاموا يضحكون. صدقنا. يقول وجدت الكل من غير استثناء، كل الصحابة أخذوا من علي إلا علي بن أبي طالب. وأنا وأنت نتحدى أي ناصبي لعين، أي ناصبي نجس، نقول له أتحداك تجيب رواية صحيحة أن علي بن أبي طالب احتاج لواحد من كل أولئك الناس من غير استثناء، كل الصحابة اللي يقولون 124,000، جيب لي واحد منهم أن علي بن أبي طالب احتاج لو سأله. بل ستجد أن الجميع كانوا يرجعون إلى من؟ إلى علي. تدرون ليش؟ النبي عندما أراد أن يوجه الأمة وجهها إلى علي، قال أنا مدينة العلم وعلي، فمن أراد المدينة فليأتيها من وين؟ بابها. حتى الشيء بالشيء يذكر. على أيام رسول الله صحابي جاء دخل المسجد والنبي موجود وأمير المؤمنين موجود والصحابة موجودين، عنده مسائل. سيدة راح سأل علي بن أبي طالب. في ناس يبغون يدورون يصيدون الماء العكر، يبغون حجة بس يصيدونها. سيدة شرشحوا الرجال، قالوا له ما تخجل تسأل علي بن أبي طالب والنبي موجود؟ ليش ما سألت النبي؟ ليش تجاوزت النبي وسألت علي بن أبي طالب؟ الرجال عنده حجة قوية. قال لهم أنا مو غلطان. قال شلون مو غلطان؟ علي بن أبي طالب النبي موجود، تسأل علي بن أبي طالب؟ المفروض تسأل من هو أعظم من علي بن أبي طالب. قال لهم أنا مو غلطان. قالوا له شلون مو غلطان؟ التفت للنبي قال له يا رسول الله أسألك، ألست القائل أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتيها من بابها؟ أنا جيتها من بابها لو لا؟ تبسم النبي وقال صدقت، هذاك احترق بعد اللي يبغى يسوي له فتنة. هذاك انبطت كبده، هذاك يبغيها يسويها فتنة لكن أكلوه تبن مو. قال له صدق. وشوفوا هالكلمة، سلوني قبل أن تفقدوني، ما قالها غير علي إلا افتضاح. واحد صعد منبر، إن شاء الله ما طولت أنا، أكيد لا ما أطول واجب، بارك الله وياكم. صعد أحدهم منبرا فقال سلوني قبل أن تفقدوني. قام له واحد قال له يا معود ما انت قد هالحكي، هذه بس لعلي بن ابي طالب، اللي يقولها غيره يفتضح. ترك عنك هالحكايه وبطل عنها وانزل من على المنبر، ما انت كفو. قال سلوني قبل ان تفقدوني. الرجال مصر. قام له واحد قال خلي عيونك فوق لا تطالع تحت. قال له احنا لا بنسالك عن طرق السماء ولا بنسالك عن طرق الأراضين، احنا بنسألك المنبر اللي تخطب من عليه شمعته بارتفاعه. وما حسبهم لما صعد، وما حسبهم لما صعد. هو صعد ما حاسب عتبات المنبر. قال له لا تطالع لا تعدهم، شمعته بارتفاع المنبر، خلي عيونك فوق. تورط ما حاسبهم. قال له انت منبر قاعد عليه تخطب مو عارف ارتفاعه، نسألك عن سماوات والارض. ونزل وهو خجل. تدرون أمير المؤمنين عليه السلام كله، الله يرحم السيد إسماعيل الصدر أو السيد محمد السيد إسماعيل الصدر، عنده كتاب من الكتب النفيسة اللي أتمنى ترجعون إليها على جوجل، سماه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. هذا مصدر. ارجعوا لكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، شيخ أغا أبو زرق الطهراني، موسوعة تتكون من أكثر من 17,000 صفحة. تعرفون الصفحات وش فيها؟
فيها أسماء الكتب التي كتبتها أقلام شيعة علي. علي بعد رسول الله هو الامتداد للفكر الإسلامي الأصيل. ما حد كان يمتلك علم رسول الله إلا منه أحسنت يا ولد علي. نعم. وين يقدرون؟ هذا كو يقول علي مودين طفلة صغيرة قدام يمشي ولا قدام، مودين طفلة صغيرة حق تطعيم، حست بالإبرة قالت يا علي، اللي تضربها إبرة تطعيم الإخوة السنة قالت يا، حتى هذه تقول يا علي يطعمونها عمرها ما ادري سنتين، سنه ونص، سنتين، قالت حتى هذه تقول يا علي. قالوا احنا هذا من يولد يقول يا علي، مو تقولون جنن النواصب علي. ها والله جنن النواصب علي. ارجع اذا علي، عارفين صاحب علي بن أبي طالب عليه السلام اللي يسمونه أبو الأسود دؤلي، اللي دخل على علي بن أبي طالب عليه السلام قال له الكلام اللي هو اسم وفعل وحرف، كل لغتنا تتكون من هذا اسم وفعل وحرف. قال له انحوا نحو هذا يا أبا الأسود، فسموه علم شنو؟ علم النحو. علم النحو من علي بن أبي طالب. قال انحوا نحو هذا، مؤسس ذلك علي، منقط القرآن علي، صاحب نهج البلاغة علي، صاحب الفكر علي. كل ما لدينا من علم بعد النبي فهو من عند علي. يجيب لي واحد ناصب خطبة لأبي بكر لو لعمر لو لعثمان لو لمعاوية لو اللي جايين بعده، جيب لي خطبة لكن طالع علي بدون نقطة وبدون ألف. علي في كل الاتجاهات. إذا كل ما لدينا منك يا أبا الحسن والحسين بعد النبي، وضاق الوقت وإلا عندي أدلة كثيرة على شنو؟ على هالمطلب، أدلة قرآنية على هالمطلب. بجيب دليلين على السريع على أساس ما أخليك أنت تفكر شنو الدليل. بارك الله. الدليل عطني لك. لا بس إنزين، شو تقول الآية لما جو إلى رسول الله قالوا له أنت ما أنت رسول؟ صلى الله عليه وسلم. الله وش قال؟ قل سيقول الآية سيقول الذين كفروا لست مرسلا. ها حكي للنبي قل يا رسول الله، إذا قالوا لك أنت ما أنت رسول جاوبهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. واحد، ومن عنده شنو؟ يعني اللي عنده علم الكتاب من هو؟ علي. لا تقول لي فلان وفلتان دولاك والله ما يعرفون آية من القرآن. إذا علي عنده علم الكتاب. التفت استدراك. وتدرون لي عنده علم الكتاب وش معناته؟ يطلع قرآنيا أحكيها. الله يقول فيه تبيان كل شيء، يعني اللي عنده علم الكتاب عنده تبيان شنو؟ ولهذا علي هو الذي تفرد بها الكلمة. لولا آية من كتاب الله لا أخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. والآية هي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. هذا دليل قرآني ثاني. وأختم به، سامحوني كل شوي أقول بختم. الله يطول عمرك. ايه مرة قلبنا شوي. الشاهد القرآني الثاني، الآية عندما تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب، الله يقول أورثنا الكتاب يعني العلم، الذين اصطفينا من عبادنا. من هو اللي اصطفاهم الله من عباده؟ صفوة الله في الخلق. يعني الذين ورثوا الكتاب هم من؟ والله بعضهم حتى معاوية يقولوا ورث الكتاب. موجود الشكل ترى. هذا علي
فنحمد الله أننا من شيعة علي. اي والله نحمد الله أننا من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولهذا حبيبي فقد علي عند من يعلم بمقام علي. لا تستغرب، تدرون هذا فقد أمير المؤمنين. من الذي نزل معزيا نادبا؟ شوف الناس تبكي عليهم أهلهم، مو تدرون أمير المؤمنين من الذي نزل راثيا له؟ جبرائيل. يا أخي مو شخصية عادية، جبرائيل الذي هبط بين الأرض والسماء. انزل مناديا وعلياه تزلزلت والله أركان الهدى، وصمت والله العروة الوثقى، قتلت قيا قتله أشقى الأشقياء. في مثل هذا الشايع بقي أمير المؤمنين على فراش بني حسن، كلمك على فراشه وأنت تقذف كبدك قطعة بعد قطعة. ضج آل الرسول ضج واحدة وأبتاه وعليا. يا حسين لا تبكي علي، يا حسين لا تبكي علي، خلي الرجال الغاضر في الغاضر يذبحونك، عطشان ضامي ويسلمونك، وعريان تنزف يتركونك، وخيول عشرة يسحقونك، تنزل على راسك مصايب تخلي دمع عينك سجايب، ومن هالقلب يصير ذايب، والطفل منها يصير شايب. ابو علي خلي البجالوش يفد عباس، يم الشريعة مهالشمرة، والاكبر علي محمود الانفاس، وعريس عرسه دول الاعراف. بتشوف راس القمر مخسوف، وبتشوف زنبينه بلا جفوف، والاكبر علي بالبرده ملفوف، وعريس ومقطع بالسيوف. هذا ينادي وعليا، هذا ينادي وأبتاه، هذا ينادي وضيعته. في مثل هذه الليالي كان يد الحسن يخاطب الحسين، يقول له ويش المصور مظلم علينا البيت يا حسين، وصاير وحش من عقول عز الهاشمية. وين التلاوة وين ذاك النور يزهر، أنا يستار قلبي لو سمعت أبوي كبر وأعظم علي صرخة الحورة يا حيدر، يا ضيعت الأرامل والمساكن، يا خويا راح اللي يزيح الضيم عنا، سكن خواطرنا يا خويا لونها ضمنا، اقفل دهر من شان داح الباب عنا، ضاعت
تعقب عينه حريم وضاعت أوتار ألا المنادين وعليا ألا المنادين وسيدا ألا المنادين وضيعتا هذا ينادي وذلا هذا ينادي ومصيبتا دم سالون مان جيبوا الطبيب عينه دم سالون مان جيبوا الطبيب عينه دم سالون مان جيبوا الطبيب عينه جيبوا الطبيب يداوي جرح الوالي خوفي يا خوتي روح حزن العالي من وليته مرمر يا خويا حرالي نزفين دمه من جرحته وابالي كيف العين مو يا بعيد هذه المصيبه باينه كيف العين مو يا بعيد هذه المصيبه باينه دم سال لون مان جيبوا الطبيب عاينه دم سال لون مان جيبوا الطبيب عاينه قالها الحسن ومدامع متونه شوف الوالد تغير يا زينب لونه وحسين اخوه دمعته بعيونه باكر تجينا الوادم يعزونه واحنا يتام يرضى الشام بهالفرح يوم الهنا واحنا يتام يرضى الشام بهالفرح يوم الهنا دم سال لون مان جيبوا الطبيب عاينه دم سال لون مان جيبوا الطبيب عاينه واحنا ابونا دبي عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعد ايام شال الفرح عليه وصار العيد الشام باكر الناس معيده واحنا بعزيه ما حد زورني على راسي امرني يا حبيبي إلهي وسيدي ومولاي صل على محمد وآل محمد سهل مطالبنا اقضي حوائجنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا فك أسرانا إلهي اشفي مرضانا رد كل غريب إلى وطني سالما غانما. ابو محمد ابوك يقول لك خل تعال يلا يقول خليه يزور تعال زور الاستاذ حج جمعه هذا حكي وذكروه في هالزياره هذا بعد هذا ما نقدر نقول له لا ترى البركة فيكم ما يحتاج بس ما يحتاج. حياك مكاني لا استريح ما يصير عشان يصير عندك ساعه ياخذ ابوي له حياك تعال صوبي ما حليش لا أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي في آخرتي ودنياي سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخواني وأصدقائي وجيراني
وجميع المؤمنين والمؤمنات، على الخصوص من سألنا الدعاء والزيارة. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أشهد يا مولاي أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ملهمات ثيابها. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أجسامكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين الغريبين المظلومين، السلام عليك وعلى ابن أخيك القاسم وأختك العقيلة زينب، السلام عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك وتحت لوائك، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم،
والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها إلى جميع موتى المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء بالخصوص الحاج جمعة، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يا الله ولا حبيبي طيب الله انفاسكم ان شاء الله. طيب الله انفاسكم ان شاء الله.